سألتوني ازاي بندمج الألوان في شنطة الباف. تعالوا نشوف ازاي. شنطة الباف اسمها كده علشان هي بتتكون من غرز الباف. دي غرزة الباف اللي بتكون مكونة من كذا لفة. هنا انا هعمل اخر غرزة باف في السطر اللي قبل ما ندمج اللون الجديد، فبعملها عادي خالص. اهم حاجة زي ما متفقين الغرزة لازم تبقى على وش الخيط مش ظهر الخيط عشان تطلع حلوة. يعني بلف الخيط كده علشان ما يبقاش ظهره هو اللي باين. الجميل والمميز في الشنطة دي ان هي الموضة بتاعتها ما بطلتش، وفيها فرايتي كتير وتغيير كتير في الالوان والشكل. يعني حتى الضفيرة دي ممكن بدل ما نعملها بالعرض نعملها بالطول، فجميلة. بعد ما عملت اخر غرزة في السطر عشان ارتفع السطر الجديد برتفع سلسلتين والف الشغل. المفروض بقى دلوقتي بنعمل غرزة حشو في المكان ده، لكن دلوقتي مش هنعمله بنفس الخيط، مش هنعمل غرزة الحشو بنفس الخيط لان احنا هنغير اللون. فهنجيب اللون الجديد ونسحب الخيط ونعمل غرزة حشو، بس قبل ما نسحب الخيط ونقفل على غرزة الحشو هنداري الخيوط معانا. بناخد الخيوط اللي عايزين نداريها ونخليها جوه الخيط اللي هنقفل بيه، يعني كأن الخيط اللي هنقفل بيه بيحتوي كده الخيوط القديمة، ونقفل بيه كده. فكده هو هيبقى مستخبي جوه الخيط. وبس كده هنقص بقى الخيط القديم مش محتاجينه، ونبدأ نعمل غرزة الباف الجديدة باللون الجديد ونكمل للآخر. والسطر اللي بعده هيبقى نفس الكلام بنفس اللون، وهكذا. قولولي ايه رأيكم في تشكيلة الألوان دي، ومستنية إبداعاتكم. متنسوش اللايك والشير.